احنا هون بالكامب جوراغوسك عم نعاني كثير من كلاب شاردة اللي بالكامب، عددهم صار كبير، يعني أكثر من 40-50 كلب هون بالكامب، والولاد الصغار صاروا عم بيخافوا منهم كثير، عم بيهاجموا أولاد، وأنا بنتي واحدة منهم لما هاجمت الكلب وخوفتها وانجرحتها. لهيك نحن بنطالب إنه يشوفوا حل لهالكلاب اللي بالكامب. طبعا مو كلاب كلهم يعني بيهاجموا الأولاد، بس أغلبهم عم بيهاجموا أولاد. عم يصير تلامس مباشر بين الطفل وبين الكلاب. هالتلامس المباشر هاي عم يقوم بنقل الجراثيم الموجوده على فروه على جلد الكلاب للشخص. هذا الشخص يقوم باستعمال ايده او تلحق لفمه وعم ياكل من خلال الايد، عم تنتقل هالجراثيم هاي لداخل الشخص او لهذا الطفل، فعم يخلق عنده مشكله وهي مشكله نشوء او يعني نحن نسميها الكياس. هالكياس هاي تخلق مشكله صحيه عند الطفل، فيجوز الكياس هاي تنتقل او الجراثيم تنتقل حتى على افراد العائله. احنا كامبتنا صغيره جدا، يعني عدد السكان ومساحه الكامب ما يتحمل هالكلاب الموجوده، خاصه يتجاوز اكثر من 100 كلب، وفي تكاثر يعني كل سنه يتكاثرون، فهذا الشيء مو ممكن يضر بالسكان المخيم خاصه الاطفال والنساء. الحلول انه يا اما يكون في دعم من المنظمات انه نشيل هالكلاب باي طريقه، نطلعهم خارج الكامب، او الحل الثاني انه يصير محميه لهالكلاب داخل الكامب وخارج الكامب يصير محميه، والا في خطوره جدا على العالم.